Monsieur Yasser Arafat, président de l'autorité palestinienne, est décédé à l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30. تصريح صادم لآلاف الفلسطينيين الذين تعلقوا بهذا الرجل. 75 عاماً قضاها ياسر عرفات في خدمة القضية الفلسطينية ومحاولة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فاختصه الفلسطينيون بمشاعر حب وعرفان لا زالت مستمرة حتى بعد الذكرى العاشرة من رحيله. أبو عمار مؤسس حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أعلن في العام 65 900 وألف عن اندلاع الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وواصل مسيرته في استرجاع الأراضي الفلسطينية المسلوبة. نضال صاحب معركة الكرامة مكنه من ولوج نيويورك عام 74 حاسما التنازع حول من يمثل الدولة المسلوبة، رافعا شعار لن يمثل الفلسطينيين سوى الفلسطينيين أنفسهم. صاحب المعادلة المعروفة، معادلة طرفها البندقية وغصن الزيتون، طالب دوما بعدم إسقاط غصن الزيتون من يده ومن يد شعب أعزل طرد من وطنه بوحشية وظلم كبيرين. من أرض الجزائر أعلن عام 88 قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ليصحبه فيما بعد بمفاوضات وحراك سياسي نالت عقبه فلسطين اعترافات دولية متتالية. صحة الزعيم الفلسطيني تدهورت فجأة عام 2004، نقل بعدها إلى مشفى بيرسي العسكري الفرنسي ومات هناك بحضور مئات الآلاف براميلا. شيع عرفات إلى قبره في انتظار تحقيق وصيته في نقل جثمانه إلى القدس. لا تزال قضية رحيله مثار جدل واسع، خاصة في وجود تقارير تشير إلى وفاته مسموما بمادة البولونيوم المشعة، كما لا تزال آمال شعبه وكل الشعوب المساندة للقضية الفلسطينية تنتظر فك اللغز والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.